في مواطنين افتقروا فقراء موجودين في دولة الإمارات. من المواطنين؟ أنا مسؤول عن كلامي. اللي تراونه للناس في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره قروض بنا انعطت للمواطنين لتوفير حياة كريمة وما أدري شو سويتوا عشان توفير حياة كريمة للمواطن. لكن طبعا ما حد يحب يطلع العيوب اللي عنده. هي لو قلت في فقراء بين المواطنين في الإمارات الناس كلها بتتكلم كيف عندكم فقراء انتم تسيرون المريخ وسويتوا مشاريع وسويتوا محطة براكة وسويتوا. لكن في نفس الوقت عندكم فقراء كيف؟ فتجنبا لهذا السؤال طبعا ما حد يتكلم عن هذه المساكين الفقراء، مو محصلين ياكلون. من المواطنين دعايه ودعايه ودعايه حق المراكز التجاريه، حق ما اعرف، حق السياحه، حق وين الدعايه حق هذول المحتاجين المساكين المواطنين؟ ما حد يبغى يوقف وياهم. نوصل مرحله مجاعه مثل في بعض الدول الافريقيه. على فكره بعد احنا وصلنا مرحله مجاعه، في ناس مو قادرين يوفرون الغاز، سلندر الغاز عشان يطبخون حق عيالهم. شو انتم اللي تراونه للناس في مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله عيب. تبون المواطن ينشئ جيل ناجح وما عنده ربيه يعطي عياله يوم يسيرون المدرسه لاغراض شخصيه بسيطه. يعني لازم نتكلم في تفاصيل والحرمه والبنات شو يحتاجون من اغراض شخصيه؟ اذا هذه الامور البسيطه الاساسيه رب الاسره ما يقدر يوفرها، شو تبون يسوي؟ خاصه في ازمه كوفيد 19 اعتمادنا على الانترنت بشكل كبير. فاذا قطعوا عن الشخص الانترنت والقنوات وغيرها، يعني ما عنده وسائل اتصال، شو بيسوي؟ يقرون امام الناس، امام الاعلام، اعطيته قروض هالكثر وسويته على حساب هذا الفقير اللي تبونه يعيش ببلاش، ما ياخذ ولا درهم من الحكومه، يعيش ببلاش ويتكلم بشكل حسن امام الناس انه والله الدوله ما قصرت والدوله. في البدايه سمعنا يوم قلتوا لا تشلون هم، ويوم قلتوا ان فيه مساعدات من تاجيل اقساط، من دفع اقساط، من ما اعرف ايش. وين هذه المساعدات؟ ومساعدات خاصه في الازمه اللي انا اتكلم عنها، ما اتكلم عن مساعدات التامينات الاجتماعيه اللي ما يقدر، لان اي شخص قادر على العمل ما تنصرف له اي مساعدات. قبلي انا كثيرين اللي قدموا، اكون من سنين جالسين ما انصرفت له مساعدات. وانا انتم شو جالسين كانه ولا واحد خسر وظيفته ولا واحد توقف عند الدخل يخبروني هل المظاهرات السلميه مسموحه عندنا ولا لا؟ بصير بسوي لوحه بسيطه بجلس بالشارع بدون ما اضر